الاستخباري نقل إلى المشفى العسكري في ساعة متأخرة من فجر يوم 28/10/2020. معناها نقلوه على الفجر. الناس ما زالت راقدة. لذلك المعلومات التي وصلتنا من عين النعجة تقول أنه لم تظهر أي بوادر وهذا الأمر حصل مساء 28. لم تظهر ما يوحي بوجود شخصية مهمة بمقام رئيس الجمهورية في عين نعجة. لم يظهر أي شيء، في حين موجود جنرال في حالة صحية سيئة جدا في الإنعاش، وعقداء وضباط سامون آخرون مصابون هذا بالكوفيد 19. إذن الرئيس نقل إلى المستشفى العسكري في سحمة. لماذا نقل؟ نقل لأن الرئيس دخل في غيبوبة تامة مساء 27/10/2020. إذن الرئيس عندما دخل في غيبوبة سارعوا إلى نقله إلى عين نعجة فجرا لم يراه أحد. ومن ذلك وفي نفس اليوم عندما الأطباء شافوا حالته لم يستطيعوا تحمل المسؤولية. ونحن نعرف أنه في الأخلاق الطبية أن الطبيب يتخلى عن مريضه إلا في حالة أنه لا يستطيع أن يقدم له شيء، فلذلك يضطر نقله إلى جهات أخرى قد تستطيع إنقاذ حياته، ولذلك سارعوا إلى نقله إلى ألمانيا. لم يذكر هذا التقييم الاستخباري هل اتصلوا بجهات أخرى مثل فرنسا وكما يقال سويسرا وروسيا، لم يذكر هذا. وأعتقد أنه أنا المعلومات التي تقول بأنه تم نقله في طائرة خاصة أصلا لمثل هذه الحالات لنقل الأشخاص الذين يكون لديهم فيروسات خطيرة لديها طريقة فيزيائية في التنقل في الطيران، في أشياء تتميز بخصائص معينة تختلف عن الطائرات الأخرى العادية. أيضا المصادر تقول أن هذه الطائرة تم جلبها من فرنسا ولكن هذه المعلومات التي متداولة ورددتها بعض الأطراف حتى في الجزائر ولكن لم ترد في هذا التقييم الاستخباري. لما أخذوه جرت في ألمانيا محاولات إنقاذ حياته، وقد عاد له بعض الوعي حسب المصادر. لم تحدث أي تطورات ومضاعفات، بل أنه بدأ يعود له الوعي مما جعل حياته وضعه الصحي مستقر. لم يتطور حقيقة، لم يتطور أكثر مما هو عليه. لذلك حتى البيان الرئاسي قال أنه حالته مستقرة، أي مستقرة تفسيري أنا أنها مستقرة على الوضع الذي كانت عليه، لم تحدث مضاعفات أخرى وتطورات تهدد حياته. التقييم يتحدث عن وجود أعراض أخرى للرئيس لا ترتبط عادة بالكوفيد، أنه أثناء هذه الفحوصات المعمقة التي أجريت للرئيس في أكبر مستشفى للعدوى هذا في ألمانيا، تحدث بأنه وجدوا لديه أعراض أخرى. هذه الأعراض مش معروفة بالكوفيد والآن تجري دراستها. هل هذه الأعراض بسبب الكوفيد أو بسبب أشياء أخرى لا يعلمونها، أو أنها تطورات جديدة؟ الكوفيد يتطور كما نعلم، لذلك لم يتم إيجاد العلاج لحد الآن له. الرئيس في حالة التقييم يقول أن الرئيس في حالة إنقاذ حياته سيبقى يعاني لفترة مفتوحة، ومن الصعب أن يعود إلى ممارسة مهامه في حالة طبيعية كما كان من قبل. لذلك أن الرئيس بعد هذه الضربة الكبيرة حتى إذا تم إنقاذ حياته وعاد إلى الوضع الصحي وبعد عنه المخاطر، لا يمكن أن يعود إلى وضع الطبيعي. أنا شخصيا أعرف أناس أصيبوا يتمتعون بأمراض مزمنة، ونحن نعرف الرئيس يدخن بشراهة، عنده السكري بالكومبريمي طبعا مش بالانسولين، وربما عنده أمراض أخرى لا نعلمها. أنا الأشخاص الذين أعرفهم شخصيا وأصيبوا بالكوفيد لحد اللحظة يعالجون ويقضون، وان فقدوا حاسة الشم، فقدوا حاسة الذوق، أو ما زالوا يعانون بالمشاكل في الصدر، لا يقوون على المشي، لا يقوون حتى على ممارسة حياتهم الطبيعية، ما زالوا يعانون، يغادرون المستشفى ولكن يضطرون دائما إلى متابعة طبية صارمة في بيوتهم، أو حتى يعاودوا يترددوا على المشفى الذي يتواجدون فيه. لذلك من الصعب جدا أن الكوفيد إذا ضرب شخص وتمكن منه وأرقده الفراش وأدخله في غيبوبة أن يعود إلى وضعه الطبيعي. أمر يحتاج إلى وقت ربما طويل، إلا إذا كان تم إيجاد
علاج خاص بهذا هذا الوباء الخطير. Catch 'em all.